هذا اللقاء. ديربي بانتظارات وبطموحات اللاعبين على مستوى رقعة الملعب بتركيز كبير قبل انطلاقة هذه المباراة. المباراة قمصان خضراء بلون رسمي معتاد بالنسبة للرجاء، وأيضا بيضاء من جانب فريق الوداد الرياضي الذي سيلعب من يسار إلى يمين السادة المشاهدين. رجاء سيلعب القمصان الخضراء من اليمين إلى يسار السادة المشاهدين. أعطيت صافرة البداية، ينطلق هذا اللقاء، تنطلق طموحات الجماهير، طموحات اللاعبين، المدربين، عمليه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله المرور، ولكن يظهر على ان هناك تغطيه، هناك التعامل مع هذه الكره وابعادها، لكن ضايعه. كره في خط الوسط، عمليه التمرير تعود للوداد، فرصه ممتازه، امكانيه تسديد من كريستوفر، ولكن التغطيه من الدفاع الى الركنيه، المحاوله الهجوميه، الفرصه التي اتت للوداد والتي وجدت تغطيه. لاحظوا التمرير بهذه السرعه، وايضا الانتظارات كانت كبيره من اجل التعامل مع الكره في الخط الامامي. كره تنفذ داخل منطقه الجزاء، البحث عن راسيه، خروج الحارس في محاولتين اثنتين صعبه، تعود مره اخرى للوداد. كريستوفر تمرير الجهه اليسرى، زمراوي، فرصه لرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء للوداد، محاوله، فرصه وسقوط ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي. ضربه جزاء في الديربي في الدقيقه 15 يعلن عنها الحكم جلال جيد بدون تردد. احتجاج كنشوفوا من لاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. خلف الخط يتقدم محمد الريحي صوب الكره، يسدد، والهدف الاول. الهدف الاول لصالح فريق الوداد الرياضي في الديربي هنا في مدينه تقابلها فرحه كبيره اكيد في المقاهي في البيوت المتابعين. 1-0. محمد الريحي يضع الكره في المرمى، الحارس مهدي الحرار مشى للكره، ومع ذلك الريحي كان سباق، ضع الكره ديالو في الزاويه البعيده. 1-0 في هذه التغطيه هذه في هذا الوقت هذا. نلعب الدقيقه 19 الان لتنفيذ هذه الكره. يتقدم، يصوب، كتصطدم بالجدار وكتمشي مباشره للركنيه، ركنيه لفريق الرجاء الرياضي. 22 دقيقه، 1-0 يتقدم الوداد. تمريره ناجحه تعود لتكون خطا، تمريره كريستوفر لورش يلعب تصويبه ممتازه، عارضه، العارضه، الكره التي يابت لن تكون وتصطدم العارضه، تعود للرجاء من الجهه اليمنى. صوب معموري من يفعل اللي يحافظ على الكره ديالو، يبحث عن المرور. الوداد استغل اخطاء في التمرير، والرجاء يدخل صابر بوكرين، تمريره ممتازه، جول للرجاء. الحسين رحيم يضع الكرة في الشباك. 1-1 النتيجة المسجلة في مباراة الديربي. أبت أن تدخل كرة ودادية، فكان الرد رجاوي، فكان التعديل رجاوي عن طريق الحسين رحيمي. هذه الكرة، هذه الفرصة التي تستغل والتي لا تضيع. نعم أضاعها الوداد، ولكن أحسن التعامل مع فريق الرجاء. كرة من معموري، راوغ معموري حضر الكرة ديالو، تمريره لصابر بوغرين لعبها داخل منطقة الجزاء. القادم من الخلف الذي لم يتوقعه أحد هو الحسين رحيمي أمام انظار دفاع، راقب بالعين ويوجه الكرة نحو الشباك. الرجاء يعادل الكفة في ديربي البيضاء. موترشي، كرة في خط الوسط عند كريستوفر لورش، بدا يفعل، يلعب كرة للجهة اليمنى عند زمراوي، محاولة ديال التمرير، كرة للوداد داخل منطقة الجزاء. كريستوفر لورش ينسى الكرة، تمريرة عند مفيد، زمراوي، محاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة، الحارس في المكان المناسب، محاولة ديال التمرير، ولكن الكرة كتمشي مباشرة صوب الحارس. لاحظوا التمريرة، كريستوفر لورش رجعها للخلف، التمريره ديالو محمد مفيد، بعد ذلك صوب الحارس مباشره. اعتبره واحده من الفرص ديال فريق الوداد اللي تابعنا في هذا الشوط الاول. ضربه خطا، كره تنفذ داخل منطقه الجزاء، فرصه صوب الحارس مباشره.
خفيفي صعود. ولاحظوا هنا الطريقه ديال تنفيذ صابر بوغرين هي مرفوعه من الحكم المساعد. ضائعه. الرجاء يضغط في الانفاس الاخيره من الشوط الاول في الوقت اللي الانظار تتجه للحكم الذي يسير الاعلان على نهايه ولقاء الوداد والرجاء. والبحث عن الطريقه المثلى من اجل التسجيل. كانوا اخطاء، كانوا تمريرات، كانت محاولات، وكانت رغبه للتسجيل والتهديف. اعطى الحكم جلال جيد انطلاقه الشوط الثاني من ديربي اليوم بين الطرفين، بين الفريقين المتعادلين بهدف داخل كل مرمى. الاهداف اللي جات من جانب محمد الرايحي من نقطه الجزاء، ورحيمي اللي استغل الكره والذي قدم من الخلف وتمكن من بلوره تمريره عرضيه جيده من جانب اللاعب صابر بوغرين ووضع في الشباك. انطلقت ال 45 دقيقة، شوط يقال انه شوط المدربين. مكوينة قادم من جنوب افريقيا ليتابع، والاخر من دكة الاحتياط. تمرير لصالح فريق الوداد. لاحظوا الانطلاقة الهجومية من جانب فريق الوداد غير البحث عن الحلول داخل منطقة الجزاء. فرصة ولكن الاقرب الحارس. استعانه في العمليه الهجوميه ديال اللاعب السمراوي اللي كيحاول ما امكن انه ينزل دخل بالكره، والتمريره جات من جانب اللاعب الأورش. هي نفسه يرفع هذه الكره في منطقه الجزاء. كره تنفذ شال اليمنى، محاوله امكانيه التعامل مع كره داخل منطقه الجزاء من الوداد بتصويب. شوع من السقن ابرزها تدخل كان من عبد الله خفيفي الذي ابعد الخطر، العميد الذي تواجد في المكان المناسب. لاحظوا التصويبه من كريستوفر لورش، كان يبحث عن وضع صوب المرمى. نشوفوا هنا اللقطه. خفيفي العميد، مواكبه لهذه المقابله وايضا مواكبه لمشوار هذا اللقاء بين طرفين. احنا نشوفوا هذه العمليه الهجوميه، محاوله من جانب ميلولا، تمريره داخل منطقه الجزاء وتسديده الى خارج رقعه الملعب. الزمراوي كيحاول ما امكن يستفد من الكرات في الهجوم، ولكن كيظهر على انه العمليه الماضيه تاهيل هذا الملعب وافتتاحه المركب الرياضي محمد الخامس، واللي عرف ايضا زياره من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وحنا نشوف هذه الكره وهذه العمليه الهجوميه وهذه الفرصه، وبعد ذلك التغطيه الدفاعيه مباشره الى خارج الخط الجانبي. لاحظوا هنا كيف جات هذه المحاوله. خفيفي تنفذ داخل منطقه الجزاء، راسيه الى خارج رقعه الملعب. الحكم يقول كره لصالح فريق الوداد. شوف التمريره، التعامل مع هذه الكره في الانفاس الاخيره من عمر هذه المباراه، مع صعود حمزه الساخي، مع انطلاقه من حمزه الان يستلم الكره، يبحث عن الحلول، عن تمريره في الخط الهجومي. حمزه الساخي يدخل داخل منطقه الجزاء، كره تلعب تهيأ تسدد ولكن بعيده كل البعد. سددها بقوه، سددها مارسا بقوه، ولكن كورته الى خارج رقعه الملعب لم تقدم المطلوب. جات في الانفاس الاخيره وكانت صعبه. كرة ثابتة ربما تكون الأخيرة في اللقاء. يتقدم الوداد يبحث عن الحلول في الخط الأمامي، وفي هذه اللحظات يعلن الحكم